خوتي السلام عليكم، اهلا بكم في القناه. عندي لكم زوج اخبار اليوم. راح نديكم في جوله حول مدينه اوانو، نكتشفوا الهيدن جيمز في المدينه. والخبر الثاني هو اني شريت فيلو خوتي، راني في جوله بالدراجه. اول حاجه راح نديروها اليوم، راح عندي هذا الطرد ندي نوصلو، نروحوا للكومبيني نوصلوا الطرد ونتحركوا لمدينه اوانو خوتي. كنت نسوق فيلوات هنايا في اليابان، ولكن كنت نسوق فيلوات تاع الكراء خوتي، كنت نكري. هذا ما كان، ما شفتش اي سبب باش نشري فيلو من قبل. ولكن مؤخرا جاوني بزاف طلبات، رفيق شري فيلو دير لنا جولات بالدراجه وكذا، وزيد راني نركب في زوج قطارات مؤخرا باش نروح للخدمه. دروك عندي فيلو نقدر نروح لاقرب محطه، نبدل القطار، نركب غير في قطار واحد. قلت يا جود تشانس، منها نتوما نديكم في جولات بالدراجه نستمتعوا بالمناظر في المدينه، ومنها نقتصدوا شويه اموال خوتي. ليتس جو. خوتي هذه هي افضل بلاصه عندي في المدينه اللي راني ساكن فيها كامل. دائما نجي لهنا كي يكون عندي وقت، اوقات الغروب، اوقات الصباح نجي نجري في وقت الشروق. بلاصه شابه بزاف، فيها طبيعه، فيها مورايا خلينا هذاك الواد اللي يقولوا له هنايا السوميدا ريفر، اللي هو اشهر ريفر ولا اشهر واد في طوكيو. لنذهب للكومبيني خوتي. عندي بزاف ما صورت لكمش فلوقات هكذا، نروحوا نجوزوا نهار كيف كيف. تقريبا اخر فلوق درتو تاع اليوميات هكذا كان الفلوق تاع الحلاق تاع الحفاف هنا في اليابان. بديتكم معايا الحلاق الياباني خوتي. شعري اليوم راه مفنكش خوتي، ما تلومونيش. صبت الشتا من قبيل وتشمى في شعري. كاين بزاف اللي قالوا لي يخرج عليك الشعر هذا الكيرلي هير. واش رايكم خوتي؟ جاني مليح ولا؟ ارسلنا الطرد خوتي. ليتس جو. ما قدرتش نصور لكم تالمو يد رافد بها الطرد، ويد لازم كاين لادريس لازم تلصقها في الطرد. اتس اوكي. مره واحده اخرى نصور لكم كيفاش يبعثوا الطرد في اليابان. شوف هذه هي الفيلو تاعي خوتي، بي ام اكس. يا راح نحطوا الكاميرا هنا. السوق خوتي في الطريق الكبيره افضل بكثير من خير من السوق في الاحياء الضيقه. هذا هو أقدم ترام هنا في طوكيو. هذا هو خوتي الترام الوحيد اللي جاي في مدينة طوكيو، اللي يقولوا له أراكاوا. هي شركة اسمها ساكورا ترام، لاين اسمه أراكاوا. كنت نركبه من قبل ما نشري الفيلو، ولكن مؤخرا وليت نركب الفيلو اللي شريتها من الافضل، باسكو الطرام هذاك دائما فيه الناس بزاف. هذا هو المكان اللي قاريو فيه الدراجات هنا في اليابان. شوفوا كيفاش جاي تحت السكه تاع القطار. كاين بزاف امكنه تقدر تقاري فيها الدراجه، ولكن اغلبها يكون تحت الشمس، تحت المطر. انا خيرت هذا الباركينغ باسكو مغطي.
حتى لو كان يكون الجو ماشي مليح عندك ضمان باللي الدراجه تاعك ما داهاش الريح ولا باسكو بزاف الدراجات هنايا في اليابان يديهم الريح كي يكون موسم الاعاصير. فوالا خوتي قاري الدراجه تاعي هنايا ودروك ننطلقوا ندوروا شويه في المدينه. حاليا خوتي رانا متوجهين لاشهر سوق هنايا في اوانو اللي يقولوا له سوق اميوكو يبيعوا فيه سناكس، يبيعوا فيه حوايج تاكلوهم خفاف هكذا كيما الحلوى كيما الايس كريم سوفت كريم المعجنات هذوك الامور. تقدروا تشروا حوايج، تقدروا تشروا اي حاجه تلقاوها في اميوكو. في سوق اميوكو خوتي تقدروا تنيغوسيو مع البائع اللي هي افضل حاجه هنايا في اميوكو. هذا هو سوق اميوكو. كما قلت لكم خوتي تقدروا تشريوا اي حاجه انكلودين الخضره. شوفوا خوتي تقريبا هذا كيلو ولا كيلو ونص تاع التفاح ب 700 يام. هذا البري مستحيل تلقاه في السوبر ماركت العاديه خوتي. السوبر ماركت العاديه تقريبا كيلو تاع التفاح يطيح لك ب 1000 وشي حاجه، 1000 وشي حاجه ين. كاين تفاح، كاين الكيوي، كاين المانجو، كاين البطيخ خوتي. لي بري هنا بزاف شابين. كيلو تاع العنب هذا اكثر من كيلو. اميوكو خوتي تقدروا تلقاو حوانت كيما هذا اللي موراي يبيعوا امريكان جودز ولا حوايج تاع امريكا جايه زعما من امريكا، كيما مثلا الملابس ولا تلقاها هابطه دوريجين ولا، ولكن الاسعار للاسف خياليه. مولف جيت نشري فيستا تاع الجلد لقيتها غاليه بزاف ما شريتش. انا يبيعوا حوايج المسافرين كما حقائب ولا نواظر ولا واتشز. عندهم رولكس هادو خوتي اغلبهم مقلد ما تشروش منهم. اللي حاب يشري الاصلي ما تشريش منه. تيبيعوا المحافظ تاع الجلد. اغلب المتاجر هادو تلقى فيهم غير المقلد خوتي. تجنبوهم الا جيتوا تشروا الاصلي. ما كاش هنا الاصلي، قليل بزاف. صح اللي حاب يشري مثلا حاجه وما تهموش اصليه ولا نو. هذا السناسل نواظر كيما مثلا هذه الريحه خاطي تاع كالفين كلين. هذه شريتها انا اونلاين وقيل 4000 وشي حاجه. هنايا كيف راهي دير نفس البري 4000 ين، ولكن اللي نشريها اونلاين لو كان نلقاها مقلده ولا هذا نرجعها للمتجر. ولكن هذه اللي تشريها هنايا صاي الا شريتها ما تقدرش ترجعها. والبروبليم في المقلد كاين اللي ما تعرفوش من الاصلي. الحاجه المليحه هنايا في اليابان قليل اللي ينصب عليك يقول لك الحاجه راهي اصليه وهي مقلده. اغلبهم يقولوا لك باللي ماشي تاع الفضه الا كانت سلسله ولا حقيبه الا كانت ماشي اصليه يقولوا لك ماشي اصليه. الثقه هنايا في اليابان في البائعين، ولكن ماشي الثقه العمياء. اللي ما شافوش الفيديو تاعي الاخير خوتي اللي نصب عليا ياباني فيه هنايا في اليابان يدخلوا يتفرجوا. هذا تاني واحد من الاماكن المشهوره هنايا اللي فيه هذا هذا دائما يتصوروا معاه، بصح ما على باليش شكون يكون. مكتوب هنايا بالكانجي I don't know and I don't care. يكون كان شي حاجه تاعهم تاع البوذيه ولا. اللي هي كاينه شاشه تاع العرض هنا يبيعوا المشوي الدجاج وكذا والحلوف عافانا الله. انا ما ناكلش من اكل الشوارع بسبب
لحم الخنزير وبسبب النظافه كما راكم تشوفوا كلش في الشارع، والاكل مكشوف ماشي مكشوف. هادو اغلبهم ريستورون خوتي يروجوا الاكل تاعهم. اليابانيين يحبوا هذا السمك المجفف خوتي، شوفوا الانواع تاعو، هذا كامل سمك مجفف. وما تقولوليش كيفاش عرفت الريحه، راهي ما نحكي لكمش. كاين هذا المتجر تاني يبيع الماتشا اللي هو الشاي الياباني خوتي. شوفوا البري تاعها تقريبا هذه شحال طيب لك واقيلا 10 كيسان تاع شاي الماتشا ب1000 ين، غاليه. وعندهم هذو الحلوى تاع الماتشا. اللي ما يعرفش الماتشا خوتي، في اليابان كاينه تجاره كبيره تاع الشاي الاخضر تاع الماتشا هذه. الا حبيتوا نديروا فيديو عليها اكتبوا لي في التعليقات وراح نفهمكم علاه تجاره الماتشا هنايا في اليابان منتشره، وكامل الشركات يروحوا ليها، وانتشرت حتى في بلدان واحد اخرين. شوفوا المطعم هذا خوتي، يا سلام على الجمال. مطعم جاي كومباكت صغير هكذا، وستيل تاعو جاي ستيل ياباني. شوفوا الابواب والنوافذ تاعو. تجي تاكل في مطعم هكذا بعد العمل تاعك ولا بعد الدراسه، الله غير تحس باللي راك في اليابان. تأمنوا خوتي باللي هذا المعبد كاين في مدينة أوانو في قلب المدينة. شوفوا المحطة تاع القطار، راه بجانب المحطة تاع القطار خوتي. شوفوا خوتي الزحام حدا المعبد. صدقوني تدخل لداخل النملة ما تسمعهاش، مكان يحسك هكذا بالسكينه، ماشي بارسكو معبد ولا الحس ما كاينش لداخل. الحاجه اللي تميز اليابان خوتي حتى البنايات، نهار يبنوا البنايات تاعهم يبنوها مضاده ولا ضد الاصوات العاليه. واول مره لاحظتها خوتي نهار سكنت في منزل هنايا في اليابان. على بالكم كي تغلق النافذه تاع المنزل ما تسمع والو، حتى ولو كان تكون قدام شارع يفوتوا فيه سيارات الاسعاف والامبيلونس ولا تسمعها هكذا شويه، ولكن ما تسمعهاش كما كي تكون النافذه مفتوحه. انا تعرف باللي عندهم معيار تاع البناء هنا. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم خوتي، نتلاقاو في فيديوهات جدد، فلوغات في بلايص واحد اخرين. كما قلت لكم في بدايه الفيديو راني شريت فيلو، ما راحش نبخل عليكم بالفلوغات والتحويسات هنايا في اليابان. ابقوا في الانتظار، اشتركوا في القناه وشاركوا الفيديو مع اصحابكم. كان معكم رفيق جزائري مقيم في اليابان. سلام.